في سؤال بيقول: "وأنا ينفع أستخدم فلوس جاية لي هدية أحطها في مقدم في البيت؟" طبعًا بالقطع تقدر تستخدم كده، بس على الأقل لازم تثبت مصدرها. الفلوس اللي بتيجي لك هدية من حد ما ينفعش تكون من صديق، لازم تكون من immediate member. بمعنى الزوج مثلًا أو الزوج ممكن يكون إيه، أخ، أخت، أب وأم، ابن، بنت. العكس برضه كذلك، الزوجة أخ وأخت، أب وأم، ابن، بنت، تمام. هم دول اللي مسموح لهم إنهم يدّوك gift letter، وهم دول اللي مسموح لهم إنهم يدّوك فلوس عشان تشتري. بس لازم بعض البنوك بتصِر إن طبعًا الgift letter ده لازم يتعمل له verification، وممكن البنك كمان يطلع يغلِّس أكتر شوية، يقول لك طب يا فلان أنت جِبت فلوس من أخوك، خلّي بقى أخوك يقول لنا مصدر الفلوس دي إيه والحاجات دي كلّها. فلازم قبل ما نخش على خطوة الgift letter تبقى أنت متأكد تمامًا إنك you cover all bases. ما ينفعش كده إنك أنت تقول إيه، طب خلاص أنا هاشتري بيت بُكرة وبعدين أبقى آخد من أخويا 50,000. لازم تتأكد.